بتقولوا شكلها مدمنة ومش عارفة ايه. بطلوا افترا يا جماعة. صباح الخير يا جماعة. انا بس عايزة اتكلم على الفيديو اللي طلع فايرال ده عشان بس اوضح كام حاجة، بس مش هلحق اعمل كل ده دلوقتي. مساء الخير. فضيحة مع أزمة أخلاق مع انعدام المسؤولية التامة. اليوم حال بثينة بنت علي الحجار بيشرح كمية اللامبالاة اللي بيعاني منها علي الحجار. بنت علي الحجار اللي هي اسمها بثينة طلعت على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو، وكانت بتطلب من الناس كلها إنها تدخل تشتم علي الحجار على الإيميل الخاص فيه. طبعا لمجرد إنها قالت أنا أبوي علي الحجار، طبعا كل الأنظار اتوجهت إلها. الفيديو اللي كان نازل هو عبارة عن تقريبا 3 ثواني، أخذ صدى واسع، أخذ رواج مش عادي. ليش؟ لأنها بس قالت إنها هي ابنة حدا مشهور. انا ما اكلتش غير بقسماط من امبارح انا والقطط. This has been going on for like 3 days. كل شوية يحصل الفقرة دي. And it's like هو مش انا ابويا علي الحجار. ممكن يا جماعة كلنا نخش نشتمه على الاكونت بتاعه بليز. بليز اللي يقدر يعمل كده عنده بوت اكاونت او حاجه خشوا اشتموا فيه عشان خاطري. هتاخدوا ثواب والله العظيم. هتاخدوا ثواب، اصل ده تيست. هو ربنا بيبعت للناس تيست. انت معاك فلوس هوري هتعمل ايه بالفلوس دي. ستات هتعمل ايه بالستات. عيال هتعمل ايه بالعيال. ها انا I always show up as the test and I'm like can I. بثينة طلعت وقالت تعالوا خلينا نشتم علي الحجار لأني أنا بنته، أنا السلعة اللي رماها لأول شخص تقدم لها، أنا بنته اللي اليوم مش لاقية آكل، مش لاقية حتى أنا والقطط اللي عندي إنه حتى نصرف على بعض. 3 أيام ما بتاكل إلا البقسماط، وكمان بتقول ما كنتش لاقية آكل حتى الأكل اللي أنا أكلته، لا أنا ولا القطط بتوعي. طالعة بتقول إنها هي كانت هذا الفيديو ما بينها وبين أصحابها، بس هي فجأة لقت الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. الناس بمجرد ما لمحت إنه هي بنت علي الحجار دخلت وصارت تتعقب على الموضوع. ناس انتقدت شكلها اللي هو واضح جدا إنه هي تعبانة، واضح إن هي ضحية شخص غير مسؤول. شو يعني مشهور وغير مسؤول؟ بتحصل وبتحصل كثير على فكرة. علي الحجار زيه زي كثير من الأبهات أو الآباء اللي بيتركوا أولادهم، اللي بينعدم المسؤولية تجاه أولادهم، التعداد اللي بياخدهم من زوجة للتانية للتالتة، وبيخلف من هاي ومن هاي وما بيصرفش على هذا وهذا. فكل هذا الكلام وارد جدا، مش يعني مشهور إنه هو بعيد عن كل هذا البعد، ولكن فكرة التعميم هي الغلط. بتقولوا شكلها مدمنه ومش عارفه ايه. بطلوا افترا يا جماعة. صباح الخير يا جماعة. انا بس عايزة اتكلم على الفيديو اللي طلع فايرال ده عشان بس اوضح كام حاجة، بس مش هلحق اعمل كل ده دلوقتي. وما كنتش عايزة الموضوع يكبر بالشكل ده قوي، بس يعني هو انا كنت على طبيعتي في الفيديو. انا مش عارفة ليه الناس دخلت تكتب حاجات مفترية، انتي مدمنة ومش عارفة ايه وطريقتك مش عارفة ايه. انا داخلة بتكلم مع صحابي، قاعدة بتكلم في الأوضة بتاعتي. ده فيديو كان برايفت اصلا. آه، اللي انا قلته ده فعلا كلام انا حاساه للاسف. يعني للاسف اكيد انا علاقتي كانت نفسي انها تبقى كويسه مع عيلتي او بابايا، بس ده غلطه من عندهم. فانا اسفه جدا على الموضوع ده. بس بنت علي الحجار بتقول إنه هذا الفيديو كان يعني بينها وبين أصحابها، فجأة لقته على مواقع التواصل الاجتماعي، لقى صدى ورواج غير طبيعي. البنت هاي بتقول إنه هي بتقول إنها بتعاني من تفكك أسري. بتقول إنه بمجرد ما أمها اتطلقت من علي الحجار، أبوها رفع إيده من كل شيء بيخص بنته، لدرجة اليوم بتقول إنه هي بتعاني من حالة صحية، يعني من فقر مفرط، مش لاقية حتى تتعالج، مش لاقية شغل، مش لاقية أي إشي تعمله في الدنيا، مش لاقية أكل. مع هيك أبوها رافع إيده. ما تظلموش الناس يعني. وبعدين انتوا بتقولوا شكلها مدمنه ومش عارفه ايه. بطلوا افترا يا جماعه يعني. وبعدين لو انا شكلي مدمنه طب ما تساعدوا. اللي بيقولوا خشي اشتغلي وكده. طب ما انا في فتره دلوقتي مش لاقيه شغل وتعبانه ومريت بحاجات خلتني تعبانه اكتر، ومحدش يعرف انا الصحه بتاعتي عامله ازاي، ولا هو يعرف على فكره اي حاجه. يعني بطلوا تظلموا الناس. لو مش هتعرفوا تساعدوا خلاص. آه، بس وعلى فكره اللي يقدر يساعد يجيب لي شغل اتفضلوا. انا بعت السي في بتاعي لكذا حد. انا بمثل وبكتب وبترجم وبعمل فويس ورك، وممكن اشتغل في بروجكت مانجمنت. انا بعرف اشتغل. فانا مش عارفه ايه الموضوع ده يعني. معلش انا مش عارفه استراكشر كل حاجه في الفيديو، مش فاضيه بجد. بس يعني بطلوا تظلموا الناس
واتمنى ان اخد حقي وبس يعني. بتقول انه هي بتقدم سيديهاتها علشان تشتغل في اي مكان. بمجرد ما طلعت وقالت انه هي بنت علي الحجار، فورا الناس صارت تحكي عنها انها هي مدمنة. ناس صارت تعلق على شكلها اللي هو هزيل جدا، على شعرها اللي واضح جدا انه هي يعني واصلة لمرحلة نفسية، خلينا نقول انه واصلة لاكتئاب حاد تقريبا، الله اعلم. لانه اللي ما بيعتني في شكله، ما بيعتني بطريقة لبسه، بكلامه، أكيد بيكون بيعاني من اكتئاب. فالناس تركت معاناتها، تركت وجعها، تركت الفقر المفرط اللي هي بتحكي فيه اليوم لدرجة انها مش لاقية تاكل، تركت حتى انها هي بتدور على شغل وبدت تعمل ايميلات. وهذا هو العار اللي واصل العار، هذا هو الخزي والعار اللي احنا فيه اليوم. انه اي حدا بيطلع بيحكي ان عنده مشكلة، فورا احنا بنعمل ايميلات ونبدا نشحد على اسمه. وفعلا بثينة اليوم بتعاني من ناس عاملة ايميلات وبتطلب مساعدات مالية على حس انه هي بنت علي الحجار. ناس صارت تقول واضح على شكلها انها هي مدمنة، بتعاني من ادمان. الموضوع اللي خلاها تطلع للمرة الثانية على مواقع التواصل الاجتماعي وتشرح موضوع انه هي بنت علي الحجار، وليش طلبت اصلا انهم يشتموا ابوها، لانها هي بتعاني من تفكك اسري، لانه هي امها اللي كانت بتخلي علي الحجار يصرف عليها، وفي حال لما كان بيزعل منهم كان بيقطع المصروف. لدرجة انها بثينة كانت في يوم من الايام بمدرسة خاصة، فجأة لقت انه ابوها لما زعل مع امها راح طلعها من المدرسة وكملت الثانوية العامة وهي بتدرس لحالها. بس كان بيقول لي انا لما كنت بطلب منه مساعده ماليه، علي الحجار، ها، آه انتي ما خدتيش فلوس من جوزك ليه؟ هو انت لما امي طلقتك اديت لها فلوس؟ طيب لما اتجوزت كان اهل الواد اللي انا اتجوزته كانوا بيصرفوا عليا كتير، فانا ما كنتش مبسوطه بالموضوع ده، ما بحبش كده، فقلت له لا احنا المفروض ندفع برضه، عيب. قال لي لا، ما اهل الراجل هم اللي بيدفعوا. قلت له هو انت عملت كده لاخويا لما اتجوز؟ صرفت انت عليه؟ إيه؟ ماشي. الآباء يزرعون الحصر والأولاد يدرسونه. يعني يا جماعة اللي مش قد الجواز ما يتجوزش، كل مرة بنحكي لكم إياها. لكن الرد الأول من علي الحجار قال أنا ماليش في الترندات ولا فضايح الأسر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أنا رجل فنان ولكن ماليش لا في الفضايح ولا بالفضايح اللي بتحصل على مواقع التواصل الاجتماعي. بصراحة رد مقنع جدا وراقي جدا. وانه لو هو فعلا انساق ورا موضوع بثينة وهو رد وهي حكت وهي حكت وهو رد، فالموضوع راح يكبر وراح يتفاقم. هو تفاقم من اول ما قالت انه انا بنت علي الحجار، ادخلوا اشتموه على الايميل تبعه. فما بالكم لما يصير في اخذ وعطى، كلام من طرفها وكلام من طرفه، فالموضوع راح يحصل في أزمة أخلاقية كبيرة، ناس راح تتدخل، الموضوع راح يكبر وراح يحصل مشاكل أكثر وأكثر. كمان رد والدتها لبثينة اللي هي بنت علي الحجار كمان ما كانش عاجبها الفيديو اللي بنتها نزلته، وقالت أنا كنت ضد إنه الفيديو لما نزل أصلا إنها تروح تحكي خليكوا اشتموا أبويا أو ادخلوا اشتموا أبويا على الإيميل. بتقول تصرف بنتي كان مش تصرف يليق ببنت علي الحجار، وأنا ضد إني أستغل حتى اسم علي الحجار كفنان عشان أطلع على ظهره نعمل ترندات، إن كانت فضايح أو حتى ترندات عادية. ضد إني أستغل اسم علي الحجار نهائيا. فوالدتها لبثينة كانت بتتصرف بحكمة يعني كثير بتجنن. غير انه علي الحجار كمان ردع هاي الفتنة بمجرد ما قال انا ماليش في الفضايح وماليش في الترندات. فهذا التصرف راقي جدا. ولكن خلينا نحكي ونسأل، ليش اليوم في عنا تفكك أسري؟ ليش اليوم بنطلع أولادنا بهاي الصورة؟ البنت هاي بتعاني من تفكك أسري وحالة نفسية واضح جدا منذ الطفولة مش من اليوم. يا جماعة الخير، لما الأم والأب ينفصلوا، ما نجحتوا كأزواج، انجحوا كأصدقاء، كأباء، كحدا مسؤول عن أولادكم. هيك أولادكم مسؤولين منكم. بثينة بتقول أول شخص طرق بابي أبويا، خلص جوزني على طول. في ناس بتقول في لك إخوان روحي اصرفي، وفي ناس بتقول روحي تعالج، وهي بتقول لكم أنا لو معي لتعالج، أنا حالتي الصحية مش أحسن إشي، أنا حالتي المادية صفر. أنا حتى الشخص اللي هي كاينة معاه بتقول لكم إنها تقريبا اتطلقت منه. اليوم هي بتوزع السي دي تبعها على أماكن كثير عشان تشتغل. وفعلا بدأت الناس تستغل إنه في إشي اسمه بثينة محتاجة مصاري، عملوا إيميلات لموا على اسمها وبدوا يشحدوا على اسمها. موضوع تفاقم يا جماعة. كان هو مجرد فيديو نزل، فتحوا حسابات، بدوا يشحدوا، بدوا يعملوا حوارات، بدوا يحكوا، بدوا يتطاولوا. وهذا هو عيب السوشيال ميديا، سريعة الانتشار ولكن للفضايح بس،
سريعة الانتشار بس للناس اللي بدها تطلع الترند على حساب أهاليها، على حساب الناس اللي إلها، على حساب شكلها، على حساب المجتمع. فيا جماعة خلوا بالكم من أولادكم، خلوا بالكم من أولادكم. التعداد هو يعني إحنا عارفين إنه في الإسلام مشروع وحق مشروع، ولكن التعداد إنك أنت تكون قد المسؤولية. اللي مش قد المسؤولية ما يشيلها، اللي بيحصل له ظرف مع زوجته الأولاد شو ذنبهم؟ أنت الله معطيك ومفضل عليك، ساعد بنتك مش غلط. هي معاها شهادات، اسعوا لها يا جماعة، بدل ما تشحدوا على اسمها اسعوا لها انها تلاقي وظيفة. بتقولكم ساعدوني بس عشان اتعالج، مش ساعدوني ماديا، ساعدوني اني الاقي شغل. هي بتترجم، هي ممثلة، هي بتكتب، هي بتخرج، هي بتعمل كثير أشياء، ولكن مش لاقية فرصة شغل، رغم إنه أبوها علي الحجار. شو يعني أبوها علي الحجار؟ يعني حدا مشهور. ولكن إحنا ساعات بنشوف إنها الواسطة بتمشي لناس وناس وناس، يا حرام حتى لو كان أبوك أشهر حدا ما بتمشي. فهي طلعت اعتذرت، وهي صارت تحكي انه الفيديو ابدا ما كانش قصدها انها تهين ولا يعني إيه تشهر بحدا. الفيديو كان بمجرد هو قاعدة مع اصحابها، شكوى ما بينها وبين اصحابها. الله اعلم مين اللي استغل هذا الفيديو يطلعوا على العام، هل هو كان قصده انه يساعدها او يشهر فيها وباهلها، لانه الكلام كانت بتقول مش لاقيه تاكل، ادخلوا اشتموا ابويا. الكلام ما كانش يعني يليق بابنة علي الحجار اللي احنا دايما بنحترمه، بنحترم تاريخه الفني، بنحترم انه هو يعني شخص له ثقله في الوسط الفني، في له افكار. انا قرأت بالصدفة تعليقات، لقيت في حدا بيقول انه هو افكاره من البداية مش حلوة. بصراحة انا ما عندي اي خلفية، ولكن اللي عنده اي خلفية عن الموضوع يكتب لي في التعليقات. ايا كان احنا مش لازم نحكم على اي حدا، والتعميم كمان لغة الجهلاء. بس هاي مش حالات فردية على فكرة، المجتمع فيه ناس ياما أمهم وأبوهم عايشين وهم عايشين أيتام. المجتمع فيه ناس ياما أطفال بتعاني منذ الطفولة. تخيلوا إنها البنت اليوم عمرها بالثلاثين ولسه بتتذكر إنه أبوها لما قطع عنها المصروف وطلعها من المدرسة وخلاها تدرس بالثانوية العامة لحالها. تخيلوا كمية العلامات اللي متروكة جواها. هاي البنت لو حكت رح تحكي أشياء ممكن تشيب شعر الراس. ليش لطفلة؟ يعني رح تحكي كطفلة عانت، كطفلة ترسخت فيها أشياء هي ما كانت حباها. خير وبركة إنها طالعة شخص سوي، خير وبركة إنها هي تعلمت واجتهدت، وهي اليوم يعني بتحاول إنها ما تحتاج حدا. الله لا يحيج حدا لحدا، وإن شاء الله يا ربي الله يفتح بوجهها، يعني أي باب رزق إن شاء الله تطرقه، والله يعوضها خير. وإن شاء الله الفيديو للناس لو كانت حابة تشهر فهو يكون باب رزق مش للتشهير. وبنتمنى أي حدا بيتجوز إنه يراعي الله بولاده. فشلتم أولادكم قطعة من أكبادكم، غصب عنكم لازم تصرفوا وتسألوا وتهتموا وتراعوا الله فيهم، لأنه أي خدش رح يعلم معاهم، أي كسرة نفس رح تعلم معاهم، أي جرح بسيط رح يعلم معاهم ويكون شخصيتهم، يا إما ناس بقمة القسوة أو ناس بقمة الهشاشة. وفي الحالتين الأطفال هم اللي بيعانوا وهم اللي بيدفعوا الثمن. بس يا جماعة بتمنى إنه لو حدا عنده باب رزق إلها يعني يساعد بإنه يسعى لها في شغل هون وهون، الله يجزيكم الخير. بس يا جماعة هذا هو الفيديو اللي كان طالع اليوم وعامل يعني شو بدي أقول لكم رواج مش طبيعي على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكل حدا دخل شاف الفيديو، عمل لايك، علق، عمل شير، شكرا لكم. بس ولهون بيجي نهاية الفيديو تبعنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف شكر لكم، مع السلامة.